الحدوتة بتاعت النهاردة عن ولد طول الوقت متأخر عن المدرسة، بيحاول يخش الفصل دايما من ورا المدرسة عشان هي بتبقى وصلت قبله طبعا. هو بيحاول يستخبى بس المدرسة بتقفشه وبتطرده، بتقوله ما تخشش الفصل غير لما تستأذن، وبتعاقبه وتوقفه في الجنب في الفصل. طبعا وقت الامتحان الولد بيبقى مش عارف يجاوب أي حاجة، المدرسة بتقوله طبعا ما انت مش عارف تجاوب عشان انت ما كنتش موجود أغلب الحصة. بتتبسط من كل الطلبة ما عدا الولد ده. وكمان يوم توزيع الدرجات كله بيجيب درجات حلوة طبعا، وكله بيبقى مبسوط بدرجته ما عدا الولد بتاعنا. انتوا أكيد عارفين إن هو بيجيب درجات وحشة. المدرسة بتنده أمه وبتقول لها ابنك ده متعبني ومزهقني طول الوقت مش شاطر. والولاد التانيين هم بيتريقوا عليه، بيقولوا شوفوا اللي مامته قاعدة جنبه بتحاول تصالحه بينه وبين المدرسة. هو مش فارق معاه طبعا حاجة، هو فارق معاه الناس ما تتريقش عليه، لكن مش فارق معاه ولا يبقى شاطر ولا يبقى فيه أي حاجة. قاعد يتفرج على التلفزيون طول الوقت ومش عاجبه الأكل اللي مامته بتقدمهوله، بيسيب لها البيت ويمشي وفاكر نفسه كده شاطر. بتقول له يلا بقى تاني يوم وريني شطارتك في المدرسة. ولما بيوصل المدرسة كل الناس بيقولوا عليه الحقوا الولد الفاشل اهو، الولد الفاشل اهو، وبعدين يتريقوا عليه عشان هو مش شاطر زيهم. بس ده ما يصحش ابدا، ما ينفعش حتى لو انت شاطر ان انت تتريق على واحد مش شاطر. هي ميولك مختلفة عن ميوله، ودي اخرتها. ممكن حد يضرب اللي بيتريق عليا، لان انا في الاخر بني ادم وما بحبش حد يعمل فيا كده. حتى لو انا فاشل ما بحبش حد يقول لي ان انا فاشل. ونده واحد صاحبه ضرب الناس اللي معاه كمان. ازاي كده؟ ازاي انت تبقى شرير قوي كده وانت كمان شاطر؟ ما ينفعش تبقى شاطر وشرير. الولد طبعا بيرجع لمامته ويقول لها انت السبب، انت اللي مخلياني في المدرسه دي مع الناس دي. ازاي تسيبيني في المدرسه دي والناس بتضربني وتتريق عليا؟ حتى لو انا فاشل ما ينفعش حد يضربني ويتريق عليا. وبينام بره وبيسيب البيت، بيصحى بيلاقي نفسه مش موجود، ويفتكر كل المواقف اللي حصلت فيه في المدرسه. يقول انا احسن لي اعيش في الشارع ولا انيش ان انا اتعامل بالمعامله دي. بيخلص كل فلوسه على الألعاب طبعا، وبيسيب المدرسة ومش بيركز في دروسه. يا ترى ده كده ممكن يبقى طالب ناجح؟ أو حتى مش طالب، ممكن يبقى ناجح في المدرسة أو في حياته العامة؟ لا طبعا، لأن هو مهمل ومش هيشجع نفسه على إن هو يتحسن. بيدور على أكل لأنه هو سايب البيت وجعان، بيقولوا له عايزين فلوس، هو خلص كل فلوسه على الألعاب. بيشوف راجل غلبان بيقول له بقول لك إيه، هات فلوس. الراجل الغلبان بيضربه لأن هو مش مسؤوليته إن هو ياخد باله منه. ويروح البيت يلاقي مامته بتقول للمدرسة انتي مش عارفة الحكاية اصلها ايه. الولد مش شاطر، بس الحكاية ليها بداية. ابوه كان طول النهار قاعد في البيت عمال يتفرج على التلفزيون، وانا كنت بروح شغلي وباخد بالي من ابني. بس لما بسيبه حتى مع الولد لوحده وهو جعان بيعمل اكل لنفسه، بس بيبقى مهمل. بيحط الاكل اللي في التلاجة يدوب في الميكروويف ويسيبه ويمشي. واول ما حد من اصحابه يجيله هو مش واخد باله ان الولد معاه في البيت. حتى لو انا بشتري حاجات بيجيله اصحابه يقولوا له يلا بينا نخرج، يروح واخد بعضه وماشي، سايب الاكل في الفرن بقى مش مشكله، وسايب الولد نايم. طب مين هياخد باله من الولد؟ ففي يوم الفرن اتحرق وساب وولع في البيت كله، وابني كان في البيت هو مش فارق معاه وقاعد يلعب مع اصحابه. اول ما رجعت البيت لقيت المطافي موجوده، ولقيت كل الناس بيحاولوا يطفوا الحريقه في البيت. انا مهمنيش حاجه، انا كان لازم انقذ ابني الوحيد اللي قاعد معايا في البيت. رحت شلت الولد، وطبعا ما خدتش بالي ان الاب كمان سايب البيت. هو دي حاجه ما تصحش، لان انا في الاخر مسؤوله عنه انا وهو. وفي الاخر انقذت ابني، بس حصل لي حروق كتيره واضطريت اروح المستشفى، بس ما فرقش معايا، اهم حاجه ابني. هو طبعا لما احنا رجعنا له البيت راح ضربنا وطردنا من البيت، قال انا مش عاجباني العيشه دي، انا مش عايزه ابقى اب اصلا. وراح سابنا وطردنا من البيت. ومن ساعتها وانا باخد بالي من ابني لوحدي. ابني سمع الكلام ده، الولد طبعا سمع الكلام ده، وقال لها يا ماما انا ما كنتش اعرف حاجه عن الحاجات دي، ومن هنا ورايح انا هبقى طالب شاطر، وهتشوفي مني كل حاجه كويسه.